انت يا جدع انت رايح فين بكيسك وجلابيتك دي؟ ارجع هما اصلا ازاي دخلوك على البوابه من هنا؟ روح يا حبيبي شوف انت رايح فين يا حبيبي. والله العظيم جرايه يا جدع انت، ما تنقي كلامك امال. ده وضعنا ودي عاداتنا وتقاليدنا، ولو رحنا اي مكان مش بنغيروها. بس ثم انت مين عشان تديني رايك؟ لا برافو عليك، عجبتني. استنى اما ارد لك احسن. لا عجبتني، بس اللي بيجي هنا مدينتي يبقى لابس بدله، يبقى لابس الكلاسيك، جايبه عربيه معاه سكوتر. لكن انت وضعك ده يا صاحبي ما تسامحني، يعني ما ينفعش هنا في مدينتي. لا حقك، عشان ما تاخدوش غير بالمظاهر، المظاهر الكذابه. انا معاك في الكلام، بس كل وقت وليه اذان. يعني البدله ليها وقتها والجلابيه دي ليها وقتها. يعني انا هقول لك على حاجه، ينفع دلوقتي يبقى معاك امتحانات في الكليه فتروح بجلابيه؟ لا، تروح ببدله. دلوقتي انا رايح الغير، ينفع البس بدله واروح بيها؟ ما ينفعش. عرفت يا ابو عمو ان كل وقت وليه اذان؟ ويلا يا ابو عمو وريني عرض كتافك، شوف نفسك رايح فين. يلا ما تنحليش. ايه يلا خد يا اخينا، خد مالك هترخم عليه؟ في ايه مالك؟ وتطلع مين انت؟ هو ايه اللي يطلع مين؟ ده اخويا ابو تاج صاحب العماره دي اللي انت ساكن فيها. والاخ ده قال ايه؟ معترض على الجلابيه. قول له حاجه يا ابو اخوه. تتريق على الدلابيه؟ انت ما تعرفش ان الدلابيه دي شرف لاي واحد يلبسها. وبعدين اي واحد صعيدي لو باع نجره في البلد يشتري شقه من اللي انت قاعد فيها. وبعدين انت شاري الشقه مني انا، انت ما عارفش يعني ايه صعيد. وبعدين المره دي هتكون سماح ليك، وبعد كده هديك فلوسك الاقساط بتاعتك واخليك تمشي ارميك بره. وبعدين اي واحد داخل البلد بالدلابيه تشيله فوق دماغك. وبعدين احنا ناس محترمين. يلا خد بعضك واتكل على الله. مؤاخذة يا عمده، حقك عليه عمده. يلا يا ابو والدي.